السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سمبوسه وبسبوسه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سمك مكرونه وجمبري. هنعمل التتبيله: توم متقشر وكمون وكزبره ناعمه وملح، وهنفرمهم مع بعض. الجمبري والمكرونه ما بيحبوش الفلفل او الشطه في التتبيله. هو كده التتبيله بالنسبه للجمبري والسمك المكرونه كويس جدا. بعد كده هنعصر ليمونتين على التتبيله ونقلب كويس، وبنكون محضرين السمك ومنضفينه وجايبين الجمبري مقشرينه وفاتحينه من الظهر ومشايلين الحبل الرملي ومنضفين السمك المكرونه وشايلين الاحشاء من البطن، ونبدا نحشي في السمك. وبياخدش تمليح كتير عشان بيتحدق بسرعه. هنملح اهو الجمبري وهنقلبه عشان كله يشرب من التتبيله. ملح. بعد كده هنعمل التغطيه: دقيق، كمون، كزبره، كركم، بابريكا، ونقلب كله مع بعضه. بعد كده الخطوه الجايه هنتبل السمك في الدقيق زي ما انتم شايفين، وهنكون في الوقت ده حاطين طاسه على النار فيها زيت. على ما الزيت يسخن هنكون تبلنا الجمبري في الدقيق ونديه رشه خفيفه ميه عشان يعمل معانا قشره ويكون لونه ذهبي كده. ونخلي بالنا الجمبري ما بيقعدش كتير في الزيت، لو قعد كتير بينشف. وعملنا المكرونه بنفس الطريقه. هنيجي بقى نعمل الرز. هنسخن زيت في حله ونحط بصلتين مبشورين كبار في الزيت، وهناخد كبشتين زيت من اللي قلينا فيه السمك والجمبري نضيفه للبصل بتاع الرز، بيدي طعم كويس جدا. وهنكون بشرين جزرايه وبشرين واحده طماطم ونقلبهم مع البصل بتاع الرز. وهنضيف نص معلقه كركم، معلقه صغيره قرفه، ونقلب. ومعلقه ونص ملح صغير، ونضيف كوبايتين ميه ونغطي الحله لما يغلي. نكون غاسلين الرز ونحطه برضو كوبايتين رز، كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه، وهنغطي وما يغلي نوطي. وده شكله بعد التقديم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنيه رايكم في التعليقات. مع السلامه.